مساء الخير، ده ملخص الحلقة ال14 من مسلسل حب على ورق. يا ريت نعمل لايك للفيديو ونشترك في القناة. تبدأ الحلقة بجولي لما بتشوف لين وأوس في أحضان بعض، وبتخرج من الأوضة وهي زعلانة، وأول ما بتشوف ياسمين بتقول لها اوعي يكون حد شافك. قالت لها لأ. قالت لها اتأكدتي؟ قالت لها أيوة. قالت لها انت كبرتي المواضيع بسبب العقد، دلوقتي اتأكدتي ان هما بيحبوا بعض؟ قالت لها أيوة، وبتمشي وهي مصدومة بعد ما اتأكدت من علاقة أوس ولين، وبيمشوا هما الاتنين. وهنا بنشوف اوس وهو بيصحي لين وبيقول لها لين اصحي خلاص جولي مشيت، بس لين بتكون راحت في النوم وبيصحيها وبتقول له انا نمت غصب عني. قال لها خلاص عدت على خير. بنشوف لين وهي رايحه تجيب الموبايل بتاعها وبتسمع على باب الاوضه بتاعتها ياسمين وجولي وهما بيتكلموا، وكانوا عاوزين يدخلوا الاوضه. بتفهم ان جولي عاوزه تدخل الاوضه بتاعتها، وبنروح لاوس وهي بتصحيه وبتقول له قوم بسرعه، وبتاخده على السرير وبتقوله اقلع هدومك ونام على السرير. بيقول لها ايه اللي انت بتقوليه ده؟ قالت له اسمع كلامي بس دلوقتي. وهو مش فاهم اي حاجة وبيعمل اللي هي بتقوله عليه، وبيعملوا اكنهم نايمين. اوصي بيتأكد ان جولي بتدخل وبتشوفهم وهم في الوضع ده. بتقوله اللي حصل ده ان جولي غيرانة، بس لدرجة ان هي تدخل الأوضة بتاعتي. فرصتك انك تظبط امورك معاها، يمكن ترجعوا على لبنان وانتوا ماسكين ايدين بعض. قال لها فكرة مش وحشة. قالت له طب يلا قوم البس هدومك عشان حبيبة القلب مستنياك. وهنا بنشوف جمانة وهي بتتصل على ياسمين وبتقول لها أخيرا حد رد عليا، وبتسألها عن أوس ولين عندك، بتقول لها أيوة. وقالت لها جولي وأيمن كمان عندك؟ قالت لها أيوة. قالت لها طب اسمعيني كويس، عاوزاكي تحكي لي كل حاجة بتحصل عندك. قالت لها حاضر، بس عاوزة أسألك على حاجة بعيدة عن الشغل. قالت لها قولي. قالت لها انا كشخصية حلوة ولا مش حلوة؟ قالت لها حلوة طبعا، بس اهم حاجة تركزي لي في اللي انا قلتلك عليه. وبتقفل مع ياسمين. وجوليا بتقول لكنان ايه رأيك في الرسمة بتاعتي؟ كنان بيقول لها جميلة طبعا. وبنشوف زيزي ودانا وهي بتختار الطقم اللي هتروح بيه مقابلة الشغل، وبتقول لي زيزي لازم نختار طقم حلو، ده انا اول مرة الشغل هو اللي يجي لحد عندي، مش انا اللي هروح ادور عليه. زيزي بتقول لها ايه الكلام ده؟ مش فاهمة، انت اللي مقدمة على الشغل؟ دانا بتتوتر وبتقول لها ايوه طبعا. بنروح لأوس وهو بيقول لهم انا عاوز اقول لكم على حاجه مش كويسه، مدام دانا واستاذ صالح متخانقين مع بعض واحتمال يتطلقوا، عشان كده مش عارفين نقابلهم. كريم بيقول حرام احنا تعبنا في المشروع، وياسمين بتقول عشان كده احنا مش عارفين نقابلهم في الفندق. اما لين ليها رأي تاني، وقالت يا ريتني كنت اعرف مدام دانا، كنت قعدت واتكلمت معاها وحاولت اصلح ما بينهم. جولي بتقول لها على اساس الموضوع كده سهل؟ قلت لها ايوه، هو في احلى من الكلام مع الناس بالكلمه الحلوه؟ لكن طبعا انتوا ما ينفعش معاكم الكلام ده، لان انتوا ما عندكوش حاجه حلوه. وبتتصل جوليا على الاستاذ صالح لكن بيعتذر عن الميعاد وبيخليه لبكره. لين بتقول بما ان مفيش شغل النهارده نطلع نتفسح شويه. كريم بتعجبه الفكره وبيقول لي ياسمين فكره حلوه، ايه رايك نطلع ونخرج شويه؟ بتقول له اه طبعا فكره حلوه. وجوليا بتقول لي لين وانتي اول مره تيجي بقى على اسطنبول؟ قالت لها حتى لو مش اول مره اكيد مش هفضل قاعده في الفندق. وبتاخد اوس عشان ينزلوا. وبنشوف مروان وجمانة وهي مستعجلة ان اوس يرجع، ومتضايقة من قعدة لين لوحدها مع اوس. وبتسأل مروان هما مطولين في اسطنبول؟ قال لها لأ، ما اعتقدش ان ابنك هيستحمل هناك كتير، وخصوصا معاه ايمن وجوليا. قالت له يعني هو لوحده؟ ما هو معاه البنت بياعة الورد اللي كاتمة على نفسه. قال لها معقول؟ انت متأكدة ان لين راحت معاه؟ قالت له ايوه متأكدة. قال لها انت عارفة ان اوس رايح هناك عنده حفلة هيستلم فيها جايزة مهمة جدا؟ قالت له يعني ايه؟ مش فاهمة. قال لها بما ان بيشارك لين في كل حاجة في حياته يبقى هو ناوي يكمل الموضوع. البنت دي انت قلتيلي ان مفيش حد في حياتها غير عمتها، يا ريت تتصلي عليها وتعزميها، حابب اتعرف عليها. قالت له لا ملوش لزوم، لو عايز تعرف اي حاجة عن عيلتها انا هقولك كل حاجة. قال لها لا معلش، ممكن تتصلي بيها وتعزميها النهاردة، عاوز اتكلم معاها. وبنشوف هالة وصوفيا وبتقول ان الشخص اللي كانوا هياخدوا منه معلومات عن الحادثة قفل البيت ومشي، لكن هي عرفت عنوان الورشة اللي شغال فيها ابنه وهي رايحاله. قالت لها لا يا عمتي، خليني انا اروح عشان انتي بتفقدي اعصابك بسرعة، وكفاية يعرف ان احنا مهتمين بالموضوع وبندور على الحقيقة، وانا لو في حاجة هقولك. وبنشوف هنا وهم خارجين كلهم مع بعض ومبسوطين وبيقضوا وقت كتير ممتع مع بعض. وطبعا اوس ولين بيحبوا يبينوا قدام جوليا وايمن ان هما بيحبوا بعض قوي، وان هما متفاهمين عشان جوليا تغير عليه اكتر واكتر.
وجوليا كانت مركزة في كل خطوة بيخطيها أوس ولين. وهم قاعدين على البحر، أوس بيقول للين تحس إن علاقة أيمن وجوليا متوترة. قالت له أيوة حاسة بكده. قال لها طب إيه رأيك أكون صريح مع جوليا وأروح أقول لها على الموضوع على طول وأكون واضح وأعرفها الحقيقة. قالت له أنا شايفة إن هي فكرة كويسة عشان أخلص من الحوار ده. قال لها خلاص بس أنا مش لاقي فرصة أقعد أتكلم معاها، تقدري تساعديني؟ قالت له اساعدك ازاي؟ قال لها تحاولي تشغلي ايمن لمدة ساعة اقعد اتكلم معاها. قالت له ماشي بس يا ريت نخلص بقى من الموضوع ده، ويا ريت تعترف لها بحبك وترجعوا مع بعض عشان انا اخلص بقى، ويا ريت نرجع الفندق عشان انا عاوزة اخد شاور واتخنقت. من الواضح ان لين بدأت تغير على اوس، وبنشوف كريم وياسمين وهي متوترة بسبب المشروع. اما كريم كان متضايق وبيقول لها ان هو متضايق من اللي انت فيه. هو انت ما بتعرفيش تضحكي ابدا؟ بس انا بضحك بس لما بكون بره الشغل، حتى اسأل اصحابي. قالت له طبعا بضحك بس انت عارف عشان المشروع مهم وانا خايفة ان احنا ما ناخدوش. قال لها انا بقالي كتير اعرفك عمري ما شفتك بتضحكي. قالت له عشان احنا في الشغل لما بكون بره الشغل بكون فكة. وبيوصل أوس وبيقول لهم يا جماعة احنا مش هنقعد مع بعض في نفس الترابيزة، عاوز اللي احنا هنتكلم فيه يتقال نفس الكلام، عاوزين ناخد منهم التوقيع. بيوصل أستاذ صالح وبيرحب بيه أوس، وفي نفس الوقت بتوصل مدام ديانا وبيرحب بيها كريم، وأوس بيقول لكريم إن هو يتكلم مع مدام ديانا. كريم بيتكلم مع ديانا وبيحاول يقنعها بالمشروع، لكن هي بتقوله مستحيل، مشروع ايه اللي انا ادخله؟ اذا كان اكبر مشروع في حياتي طلع كده. جواز فضل لمدة 25 سنة وطلعت عايشة في وهم عن أي مشروع انتوا بتتكلموا. وفي نفس الوقت كان بيتكلم أستاذ صالح وبيقول إن المشروع حلو قوي، اتطورتوا كتير. أوس بيقوله احنا طورنا كتير وحطينا كل جهدنا فيه، بس أستاذ صالح قال بس أنا للأسف مش هقدر أمضي مع واحدة حطت كل سنين العمر دي كلها في الزبالة وقررت إن هي تنفصل. بترد جينا وبتقول أنا قلت يا جماعة أنا مش همضي معاه مشروع، حد قال اني هكمل شغل معاه؟ انا مستحيل اشتغل مع البني ادم ده، انا طلعت عايشة في وهم معاه. استاذ صالح بيتكلم وبيقول انا خلاص مش هقدر اكمل المشروع ده مع واحدة زي دي. وهما الاتنين كانت العلاقة بينهم متوترة جدا، وأوس وصحابه كانوا قاعدين على أعصابهم. دانا بترفض إن هي تكمل باقي المقابلة وبتسيبهم وبتمشي عشان تعرف صالح إن هي مش هتكمل معاه وهتنفصل عنه. أما أوس بيتعصب جدا بعد ما بيمشوا. وبنروح نشوف جمانة في المطبخ بتعجن وبيسألها كنان انت بتعملي ايه؟ البنات يعملوا مكانك. قالت له لا بحاول اخرج الطاقة السلبية. قال لها طيب ممكن تتصلي بعمك لين علشان استاذ مروان قال لي افكرك تتصلي عليها. وبالفعل بتتصل عليها وتقول لها انا حابة اعزمك على العشاء لان مروان جوزي عايز يتعرف عليكي. هالة بتقول لها مفيش مشكلة بس انا جيت المرة اللي فاتت عندكم وانا حابة المرة دي تكون عندي. وبتقول لها لا ما ينفعش طبعا عندي احسن، وانا هبعتلك كنان المساعد بتاعي يجيبك من البيت لحد عندي مش هتعبك. بتقول لها هو انتي مصرة تحرجيني؟ قالت لها انا قصدي ان هنا في ناس هيخدمونا، في طباخ، في بنات هتشيل الاكل، احنا مش عاوزين نتعبك. هلا بتقول لها والله هو ده اللي عندي، حابين تيجوا تتعرفوا عليا في بيتي اهلا وسهلا، مش حابين انا بعتذر عن العزومة دي. وبتقفل الخط وبتتعصب جمانة وبتقول هتجنني دي ولا ايه. وبنشوف كريم وهو بيقول لأوس انا من رأيي ان احنا نديهم فرصة لحد ما يهدوا، لكن أوس بيقول انا بفكر ان انا اعزمهم بالليل على العشاء. قال له انت متخيل ان هما الاتنين يقعدوا على ترابيزة واحدة مع بعض؟ قال له هنحاول، طيارتهم بكرة الصبح على لندن، يعني لو ما أخدناش منهم التوقيع النهاردة يبقى خلاص كده المشروع راح علينا. وكريم بيجيب كوكتيل لياسمين وبيقول لها الكوكتيل ده حلو هيخليكي تهدي أعصابك وتفضلي هادية. وبتستأذن جولي وبتقول إن هي هتروح عشان تقعد مع أيمن لأنها طول اليوم ما قعدتش معاه وهو أكيد متضايق. لما بتروح لأيمن بتسلم عليه وبتقوله ممكن تجيب لي عصير زي اللي انت بتشربه؟ قال لها طبعا. قالت له ايه رأيك نخرج نتعشى مع بعض؟ قال لها ماشي بس بره الفندق. قالت له ماشي المكان اللي يعجبك. وكانت جولي بتحاول تحسن العلاقة اللي ما بينها وما بين أيمن. أما أوس كان موجود وبيشوف لين وهي بتتكلم مع الناس اللي موجودين في الفندق. بيقول لها انت بتتكلمي مع مين؟ قالت له انا الشاب ده اتعرفت عليه، ده بيعمل كوكتيل ممتاز وهو من عندنا في لبنان. قال لها هو انت اي حد كده بتتعرفي عليه؟ قالت له عادي، انا مكان ما بتحطني بأقلم نفسي.
قال لها بصراحة انت ما بتعرفيش انت عايزة ايه. قالت له لا طبعا انا عارفة انا بعمل ايه، انا مش زيك عمري ما فكرت اقول لحد صباح الخير. قال لها انت اكتر حاجة بتعمليها انك بتتكلمي كتير، انت تعرفي انجليزي؟ قالت له ايوه. قال لها طيب خدي الملفات دي كلها وترجميها. قالت له كل ده؟ قال لها ايوه. هو كان عايز يلهيها عن اي حاجة عشان ما تتكلمش معاه، وفعلا بتاخد الملفات وبتروح تقعد عشان تترجمهم. اما ياسمين بتكون فصلت تماما بسبب المشروب اللي جابه كريم، وتحولت 180 درجة، وبتقول لكريم ايه رأيك، انا حابة نعمل فيديوهات. قال لها فيديو ايه؟ قالت له فيديو زي اللي بيطلع ترند، نرقص مع بعض وانت تعمل اي حاجة مجنونة. وبيشغلوا مزيكا وبيرقصوا مع بعض وبيقربوا من بعض جدا. وبيوصل أستاذ صالح وبيرحب بيه أوس، وبتوصل مدام ديانا وبتقعد جنب لين، وبتقول لها مرحبا أنا ديانا. ولين بتعرفها على نفسها، وديانا بتسألها في شخص ورايا لابس بيج، يا ترى باصص عليا؟ فبتبص لين وبتشوف، بتقول لها ما شالش عينه من عليكي. ده بيكون مين؟ قالت لها بيكون جوزي، بس أنا خلاص قررت أتطلق أنا وهو. قالت لها تحب أقعد وراكي؟ قالت لها لأ، خليه يشوفني، أنا حابة أحرق قلبه ويعرف إنه هيضيع منه 25 سنة على الفاضي. قالت لها بس الواضح إنك لسه بتحبيه. قالت لها أنا عمري ما حبيت حد غيره، بس المشكلة إن أنا عايشة مع آلة ما بيفكرش غير في الشغل. قالت لها معقول؟ أنا حاسة بيكي. قالت لها لأ، مستحيل تحسي بيا. قالت لها لأ، حاسة بيكي، بصي وراكي كده، شوفي الشاب ده، أنا مخطوباله، وهو كمان زي الإنسان الآلي، ما عندوش مشاعر. بتبص ديانا وبتشوف وبتقول لها انتي مخطوبة لأوس؟ قالت لها أيوة. وفي نفس الوقت كان أستاذ صالح بيشتكي من ديانا لأوس، وبيقول له أنا مليت منها، بتتكلم في أي وقت وبتتكلم مع أي حد. أوس بيقول له أنا حاسس بيك، غير ما تقولي أنا كمان بيحصل معايا كده. قال له أنت عمرك ما حبيت واحدة؟ قال له لأ، أنا خاطب. قال له خطوبة صالونات؟ قال له أيوة. وبيسأله صالح وبيقول له يعني أنت ما بتعرفش تحب؟ قال له لأ، ما بأمنش بالحب. وبتقترح لين على دانا إن هما يتعشوا مع بعض، لكن دانا بتقول لها لأ، مستحيل أقعد معاه. قالت لها بصراحة أنا لو منك أقعد معاه واحط عيني في عينه واوريله ان هو مش هاممني. قالت لها اقتنعت برأيك وهعمل كده. وبنشوف ياسمين وهي بتقرب لكريم وبتقوله ايه رأيك نشوف الفيديوهات؟ كريم بيكون مستغرب من التغيير اللي اتغيرته ياسمين فجأة، وهي كانت بتعمل كل ده عشان تتقرب منه وتبين ان هي شخصية مش مملة. وبنشوف فراس بيتصل على أيمن وبيقوله ايه الأخبار، أخبار الخروجات والبحر. أيمن بيقوله الله يخليك يا فراس ما تعصبنيش. بيقوله أوس عنده بكرة حفلة تكريم؟ قاله أيوه. قاله طب بكرة الساعة كام؟ قاله على الساعة 7. فراس يا ريت تشيل أوس من دماغك وما تدلوش أهمية أكبر من اللازم. قاله أكيد، أنا بس حابب أطمن مش أكتر. وبعد ما بيقفل مع أيمن بيتصل على الصحفية وبيقولها عايزك تنشري الحاجات اللي بعتهالك مع صور أوس على الساعة 7:15 تكون مالية السوشيال ميديا. وبنرجع لياسمين اللي كانت فاصلة خالص بسبب المشروب اللي كريم اداهولها. بتقول لكريم يا ريت بعد كده نسهر ونطلع نتغدى مع بعض، انا مش عاوزة حياتي كلها تضيع في الشغل. قال لها بجد؟ وبيتقابلوا أوس ولين على العشاء ومعاهم ديانا وصالح، وبيتكلموا عن جمال اسطنبول وكل شخص فيهم بيقول رأيه في المدينة الساحرة. صالح بيقول إن هما كل سنة لازم يجوا على اسطنبول، ولين بتقول لهم أنا أول مرة أجي على اسطنبول، ولما كنت في الطيارة شفت برج الأميرات وقلت يا ريت حد ياخدني من إيدي يوديني لبرج الأميرات ده ويوريهولي. أوصى بيقول لها أي حد؟ قالت له لأ طبعا مش أي حد. مين هياخدني يوديني غيرك؟ وبتبدأ ديانا تحكي من 25 سنة اتقابلت أنا وصالح هنا، وأول ما شفته قلت هو ده الشخص اللي هكمل حياتي معاه، وحبيته، بس ما كنتش أعرف إن هو جاي هنا ورا حبيبته القديمة ولسه بيحبها. وبتقول لين معقول حبيبته القديمة؟ لأ أكيد، ساعتها كان صغير ودلوقتي اتغير. أوصي بيقول لها أكيد، الواحد لما بيكبر في العمر بيعقل. بيقول صالح انت ليه بتتكلمي الكلام ده دلوقتي؟ مش انت قلتي عايزة اتطلق وانا قلتلك ماشي خلاص، ملوش لازمة الكلام دلوقتي. اوصي بيقول لها بصراحة يا مدام ديانا
أنا هكون واضح معاكي. المشروع احنا اشتغلنا عليه كتير وأنا محتاج منكم توقيع. قالت له للأسف أنا مش هوقع. أنا دلوقتي بعد 25 سنة هتطلق وقاعدة أتكلم في الشغل مع واحد مجنون شغل ما كانت شغل. لأ، أنا كفاية العمر اللي ضاع مني. صالح بيقول لها يعني على أساس إن أنا اللي كنت عايش متهني؟ ما احنا حياتنا كلها واقفة على حسب مزاج حضرتك. لين بتقول بصراحة أنا أعرف إن انتوا الاتنين ضحيتوا واستحملتوا كتير مع بعض. الست بتستحمل عن الراجل على الأقل. احنا بندلع وبنطبطب وبنفضل نقول يا ترى زعلان يا ترى فرحان يا ترى متعصب، لكن انتوا ما بتستحملوش أي مشاعر وتخلونا عايشين معاكم مش أكتر، فالست بتستحمل أكتر. أوصي بيقول على أساس إن انتوا مش كل شوية برأي واحنا مستحملين. وانا عاوزة اقولك بصراحة يا مدام ديانا ان انتي استحملتي وهو استحمل، كل واحد استحمل 25 سنة، يبقى انتوا الاتنين متعادلين. لين بتقوله مفيش حاجة في الحب اسمها تعادل، انتوا كده غلطانين عشان بتحسبوها بالورقة والقلم. الحب عمره ما بيكون حب لو حسبناله. ديانا بتقول انت ريحتني بالكلام اللي انت قلته ده. بصراحة انا مش مضطرة ان انا اقعد واتكلم معاكم، وانا مش همضي على اي مشروع. انا سبتلك المشروع ومش عايزة منك ولا قرش، وبتقوم وبتمشي. وصالح كمان بيعتذر وبيقول انا اسف مش هقدر اوقع المشروع. واوصي بيتعصب وبيقول وبعدين انا تعبت في المشروع ده قوي. وبنشوف ايمن مستني جولي واول ما بتنزل بيقول لها بجد فستانك حلو قوي. في الوقت ده بترجع ياسمين على الفندق وهي سكرانة ومعاها كريم، وبيطلب من جولي ان هي تاخد ياسمين على الأوضة بتاعتها. أيمن بيقول بس احنا خارجين. جولي بتقوله مش هينفع اسيبها وهي في الوضع ده. أيمن بيتعصب وبيقول أكن حد داعي علينا ان انا مخرجش انا وخطيبتي، وبياخد كريم وبيمشي. اما جولي بتاخد ياسمين وبتطلعها الأوضة، بتقول لها انا عرفت الرجالة ما بيحبوش البنت الهادية ولا الراسية، عشان كده علاقة لين وأوس نجحت. ما تخليكيش زي أوس مملة، خليكي زي لين مسلية. عشان كده أوس حب لين. وبنشوف أوس ولين اللي كانوا بيتكلموا عن قصة ديانا وصالح، وإن قصتهم بتشبه قصة حياتهم بالظبط. وبيقول لها يعني احنا لو اتجوزنا هنبقى بعد 25 سنة بنتطلق، عشان كده ما ينفعش أبدا واحد يتجوز غير لما تكون شريكة حياته نفس دماغه بالظبط. قالت له فعلا عشان كده انت اللي تشبهك جولي. قال لها على الأقل بتتكلم في الشغل مش بتتكلم في أي حاجة وخلاص. وهنا بيتفاجئوا ديانا وصالح بيرجعوا ليهم وبيقول لهم إن هم اتصالحوا. أوصي بيبارك لهم ولين كمان بتبارك لهم، وبتقول لهم ديانا إن هي بكرة هتمضي معاهم العقد. أوصي بيكون مستغرب وبيقول لها إيه ده؟ لين بتقول له هو ده الحب. قال لها انت بتأمني بالحب؟ قالت له طبعا، ومعرفش ازاي في واحد عايش ما بيأمنش بالحب. وهنا بتخلص حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة.